المقفولة، حكاية الأبيض والأحمر، أهلي وزمالك. مساء الخير يا حبايبي. دايما بقول لكم إن البيوت دي فيها أسرار، وأحيانا من الأسرار دي بتطلع بره الشقق وتملى السلم والمدخل كله. والنهاردة هحكي لكم قصة فيها نار التعصب الكروي اللي ممكن يحلق أحلى جيرة. في عمارتنا في الدور الثالث ساكن الأستاذ مدحت، راجل طيب وهادي، موظف محترم، بس زملكاوي متعصب لدرجة إن الدم الأبيض بيجري في عروقه. وفوقيه بالظبط في الدور الرابع الحاج فرج، تاجر محترم وصاحب هيبة ووقار، لكن أهلاوي متعصب حتى النخاع. الدم الأحمر بيغلي فيه لما يسمع سيرة الأهلي. الراجلين دول كانوا اخوات 10 سنين كاملة، يزوروا بعض، يقعدوا بالليل يتسامروا، يضحكوا، يحكوا هموم الدنيا ويشربوا القهوة سوا، لحد ما جه موعد القمة. وهنا حصل اللي حصل. قبل الماتش بأيام التوتر بدأ يطلع زي الدخان. الحاج فرج طلع على السطح وعلق علم أهلي ضخم يهز في الهوا زي الراية. مدحت مستحملش، جري اشترى علم زمالك أكبر منه بمراحل وعلقه في البلكونة قصاده بالظبط. النكت الخفيفة تحولت لتلميحات حادة، والكلام في المدخل بقى فيه لدغ. يوم الماتش الدراما بلغت ذروتها. مدحت نازل لابس تيشيرت أبيض ناصع وماسك سبحة بيضاء، والحاج فرج لابس جلبابه الأحمر وسبحته الكهرومغناطيسية الحمراء. اتقابلوا في المدخل، نظراتهم فيها شرار. اتفقوا على رهان نار، المغلوب يشيل مشاريب القهوة شهر كامل ويدفع فاتورة صيانة الأسانسير. نزلوا الكافيه تحت العمارة، نص القهوة أبيض ونصها أحمر، والأعصاب مشدودة زي أوتار الناي. الماتش كان حرب، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع جول. الأهلي سجل هدف الفوز. الحاج فرج قام زي المجنون، وقف على الكرسي يرقص ويصرخ: سلخوه، دبحوه، يا أبيض يا مخلص. مدحت انفجر، ضرب دمه في دماغه، رمى كوباية الشاي على الترابيزة فاتكسرت، وزق الحاج فرج بقوة. الخناقة انفجرت قدام الجيران والبواب، صراخ ودفع واتهامات. مدحت: فريقكم محظوظ وما بيسيبش الشماعات الخايبة. فرج: وانتوا بتلعبوا حجلة وبتوع تحكيم فاسدين. انتهت الليلة ببوابات اتزرعت بقوة، وقطيعة جليدية غطت العمارة كلها. الموضوع دخل البيوت. مرات مدحت منعت بنته هند تذاكر مع ندى بنت الحاج فرج، والحاج رمى وصل الصيانة من تحت الباب وقال بغضب: مش هتعامل مع متعصبين زيكم. الجيرة اللي اتغرست في سنين اتهدت في 90 دقيقة بس. مرت أيام والجو تقيل، لحد ما جت الساعة التالتة فجرا في ليلة ظلمة حالكة. فجأة صرخت لوحة الكهرباء الرئيسية في المدخل بشرار أزرق مرعب، وطلع دخان أسود كثيف يكتم النفس، وريحة حريق ملت السلم كله. الأستاذ مدحت فتح الباب وهو بيكح وقلبه بيضرب، وفي نفس اللحظة خرج الحاج فرج ماسك كشاف. في ثانية واحدة التعصب طار، الاتنين افتكروا العيال والشقق والناس اللي فوق. مدحت صرخ بصوت راجل: يا حاج فرج، هات الطفاية وانقل ورايا بسرعة، لازم نقفل محبس الغاز. فرج ما ترددش ثانية، جري جاب طفاية الحريق. وسط الدخان الكثيف والنار اللي بتاكل في الأسلاك، الاتنين اتعاونوا ببسالة. فرج بيضرب بالطفاية بكل قوته، ومدحت بيعافر في المحبس الحديد السخن بإيدينه لحد ما قدر يقفله وقطع الخطر عن العمارة كلها. النار انطفت والدنيا هديت. قعدوا الاتنين على أول درجة في السلم، وشوشهم وهدومهم سودة من الهباب، لكن قلوبهم بقت بيضة نصعة. الحاج فرج طلع إزازة مية من جيبه، مد إيده لمدحت وقال بصوت مرتعش: اشرب يا مدحت، يقطع الكورة وسنينها، كنت هتروح مني يا راجل. مدحت شرب وقال بدموع في عينيه: أنا آسف يا حج، التعصب أعمى قلبي، لولا وقفتك معايا كانت البيوت راحت. فرج طبطب على كتفه وقال: مفيش أسف بين الإخوات، الكرة تروح وتيجي، إنما الجار هو اللي بيشيل في الضيقة. وفي نفس الليلة هند وندى رتبوا جلسة صلح هادية في المدخل. قعدوا كلهم وبكوا وضحكوا واتصافوا، واتفقوا على قاعدة ذهبية: كل واحد يشجع فريقه بحماسه، بس جوه شقته، ولما الماتش يخلص ننزل نكون جيران واخوات.